لابد ان يكون لدينا دستور قوي. دستور ايه؟ دستور ونغني عن صورة الدستور ولا ايه؟ ولا مجرد الدستور كان يدخل استقرار، ولا بد ان يكون ونكمل الادوات اللي مش عارف ايه، يلا على الدستور والحق نفس الدستور، الحق الدستور. لما قال له اجل الانتخابات جون كيري، فرد عليه دكتور مرسي وقال له لا، مواعيد دي نهائيه والا يبقى انتهاك للدستور. على اعتبار انه دكتور حاجه شيء يعني هو بقى اللي بيحترم القانون والدستور. يا سلام، الدكتور مرسي لما بيشوف الدستور بيقف. لما بيشوفه محطوط على الكنبه عنده كده ولا على المكتب بيقف من احترام الدستور، اللي هو لم يفعل الا انتهاك القانون والعدوان على الدستور وعلى قسمه الدستوري. بيحتج باجراء الانتخابات، اصل ده انتاج للدستور، ده يحتاج لا ده بالعام، ده بالعام ازاي؟ لا يمكن عزله. ربنا ايه ده؟ ايه ده جايين منين دول؟ مين دول يا بنت؟ فعلا مين دول يا بنت؟ والمفروض ده يعني لما بيقولوا الحاجات دي ويكذبوا بالطريقه دي ويبقى الخصام بالطريقه دي والتناقض بالطريقه دي، ومش مهتم خالص بانه يعني ان ناس يعني معقوله يعني ده بجد، يعني اللي بيقولوه ده كلام بجد؟ ده كلام ناس عاقله، ناس طبيعيه، ولا ده كلام ايه بالظبط؟ التناقض والفصام ده مطلوب من البني ادم المصري الطبيعي المواطن العادي يعمل ايه معاه؟ يعمل ايه بصراحه معاه يعني؟ شفنا استاذنا الكبير الاستاذ ابراهيم عيسى في فاصل من الضحك المتواصل، يعني مركب زغازيغ، مركبين له زغازيغ، زغزغات مزغزغه في الكرسي، يعني نشكره على هذا الفاصل من الضحك. ده انت قلت ايه؟ استاذ ابراهيم ايه؟ استاذ ابراهيم عيسى. لا انت استاذ كبير، انت ما تعرفش تغير اسمه؟ لا اعلامي كبير. ده دلوقتي ليه 3 اسماء شهره. لا تنابزوا، لا تنابزوا. ما انا هتنابز انا لا هدخل النار فيه. كان جايب حملات وده وصف اعتز بيه ان اطلقته عليه. وبعدين اصبح ابراهيم سيفون ونزل ابراهيم كنيف. ابراهيم سيفون ده اللي هو ما سخر من الصعيد. وابراهيم كنيف خلاص. هو لو شفته في كل حواراته هتلاقيه زي عبيط القريه. وبعدين التعليق عليه خساره لانه كل ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتك. انا بعتذر يا استاذ ابراهيم. لا انا ما بعتذرش يا استاذ ابراهيم، وانت عبيط القريه، واحنا ديننا القران والسنه وانت دين ابوك الشكل والدرار واليمين. خلاص؟ طب نكتفي ما دام كده. لا ثواني بس، انا ما غلطتش فيه ولا ثبت له الدين. احنا بقول له احنا دين ابونا القران والسنه وانت دين ابوك الدولار والشكل واليمين. ودينه القران والسنه. لا ما حصلش. لا ننزع عنه هذا الامر. انا تصرفاته كلها. ده في قضايا بتقدم فيها يا استاذ، في 3 قضايا ليه بازدراء الدين الاسلامي. معلش بس هو في الاخر ما علينا، ما زال مسلما يدين بالقران والسنه. لا الله اعلم. طيب حلو، الله اعلم دي. الله اعلم. طب ادعي لنا بقى. لا انا مش هدعي لك، انا لسه في اخونا مفيد فوزي الشهير بمستفيد فوري. ده راجل اصلا ما تاخدوش عليه، ده لا حرج عليه، لانه راجل يوم ما غلط في الحجاب وقال الحجاب سبب تخلف مصر، وانا عملت عليه دعوه وطلبني في التليفون وبيقول لي انت عايز جنازه وتشبع فيها لطم. قلت له مين؟ قال لي انا مفيد فوزي. قلت له لا انت مستفيد فوري مش مفيد فوزي. ولو النائب العام ما جابش حق المسلمات العفيفات الطاهرات اللي انت اخطأت في حقهم، انا هقلعك الباروكه تحت روزا اليوسف واديك علقه ما حصلتش. قفل السكه في وشي. انت كله هتضربه وانت انا شغال بلطجي يا سيدي. الحوش اللي حرقوا مكتبك. معلش. لا ده اللي حرقوا مكتبه 6 ابليس واتضحت الصوره. خلاص. اخونا الاستاذ ابراهيم بيتكلم على جبهه الخراب وبيتكلم على خوفهم من مشاركه الانتخابات. محمود انت مش مذاكر. استاذ اخونا محمود دكتور ابراهيم نقيب المعلمين، وده اسمه محمد وده اسمه عباس وده مرتجي. واخد بال حضرتك؟ لا ده هو فيه بيقول لك مش نكته على فكره. سال واحد من قاده الانقاذ بيقول له انت بتخاف من ايه؟ قال لي انا بخاف من مراتي ومن الحوار الوطني ومن صندوق الانتخابات. فهم دول اصلا عندهم الموضوع ده فوبيا. فموضوع الخوف ده فوبيا.
بيخاف من مراته ومن الحوار الوطني ومن صندوق الانتخابات. فده ما يتلومش عليهم. طب انت بتخاف من ايه بقى؟ لا انت بتخاف الثلاثه منهم ايه؟ انا بخاف من ربنا مراتك ومن القبر. الاولانيه والثانيه لا بخاف من القبر ومن ربنا. القبر ده بقى، ده واحد لسان واحد بيخاف من القبر. ايه ده انت كنت تسكت بيت عمرك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اتفضل ربنا يجعلنا يا عم حسن خاتمه. بص يا دكتور عاطف، خلي الدكتور يدعي بقى خلاص. على ما هندعي ان شاء الله. طيب ما انت قلبك قلب طاهر انا عارفين، وربنا قلب يا عم اسمعني بس للاخر. قول. انت واحنا على القناه الكريمه دي، لما جبنا سيره انه البابا توادرس عارف بتوع البلاك بلوك اخطاء، الدنيا قامت وانتوا اعتذرتوا، واخونا تامر امين اللي متربى على حجر صفوة الشريف وعلى رجله غار على توادرس وما غارش على الرسول. غار على توادرس وغار على الرسول. لا ما غارش على الرسول، وانا بقول لك ما غارش على الرسول. انا هقول لك على حاجه بسيطه اهي بالمستندات عشان ما تقوليش في المستندات. خلاص، اخونا احمد سيف الاسلام حامد قدم بلاغ برقم 162 للنائب العام لسنه 2013 بيقول فيه انه احمد مصطفى مدير مستشفى الخنك اللي كان اسمه حنا وهبه ومحمد الشماس قالوا في البلاغ ان وسموا اسماء انه موضوع فرقه الكشافه اللي تابعه للكنائس والاديره المصريه هم نفسهم اعضاء في فرقه بلاك بلوك، وبيقويهم القمص ميلاد وكيل مطرانيه السويس والقمص طومان باي بالزيتون. الكلام اللي جه في المصريين وهاني. ايوه يا فندم. طيب ده بلاغ رسمي متقدم عشان بس اخونا تامر امين يبقى يفهم، واحنا ما بنتجناش على حد. ده جايه بالاسماء وناس شهود عيان وناس كانوا من ضمن الاخوه النصارى وربنا هداهم واسلموا. احمد مصطفى ومحمد الشماس الاثنين قدموا مستندات بالتدريبات اللي بتتم في بعض الاديره والكنايس. مش معقوله في اديره بيتم فيها التدريبات على موضوع البلاك لوك وعلى الخراب مصر ويجي تقولوا بابا توادرس ما عندوش فكره وما عندوش علم. ده راجل بيعرف دبه النمله. ما فيش حاجه اسمها. بس هو الخبر الاول ما كانش فيه توادرس. انت خدت اسم واحد تاني من القيادات الدينيه عندهم وحطيت مكانه توادرس. لا اله الا الله سيدنا. الخبر الاصلي اللي انا بقول شيخ الازهر ما يعرفش حاجه في المعاهد الازهريه. ممكن في معهد. لا 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 ده كلام مش مظبوط. طيب الحاجه الثانيه اما يجي اخونا نجيب جبرائيل الشهير بنجيب عزرائيل على مسؤوليتك. على مسؤوليتي برضه. كل كلامك على مسؤوليتي. على مسؤوليتي. وكل كلامك انا وكل كلام على مسؤوليتي. خلاص. يقول لك عدم مراقبه الكنائس والاديره. اقول له يا عم نجيب جبرائيل ده ما بيخلش بمبدا المواطنه اللي عمالين تتغنوا بيه وتتصدقوا بيه كل صباح مساء. ما انتوا بتتكلموا عن المواطنه وتتكلموا عن المساواه وتتكلموا على تكافؤ الفرص. المفروض بس ده مش عيب نجيب جبرائيل، ده عيب دوله. المفروض الكنائس والاديره تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتخضع لرقابه الدوله وتخضع للتفتيش. وكفانا غلب العهد البائد انه كان النصراني موجود ليه حصانه زيه زي ادمج الشعب. يجي تكلمه تقول لك الحكايه والروايه يقول لك اروح مع امن الدوله. طب امن الدوله لا نفعتكم ولا هتنفعكم. النهارده احنا رافعين دعوه في مجلس الدوله باخضاع الكنيسه المصريه والاديره للمراقبه وللاجهزه الرقابيه في الدوله. هيجوا بيتحججوا بيقول لك لا ده الكنيسه دي فلوسها فلوس تبرعات من الخارج وما بتاخدش حاجه من الدوله. لا يا عم القمص والانبا والشماس، الفلوس الكنيسه فلوس مصريه بدليل ان الوقف القبط كله رجع لكم. مالناش دعوه بالتبرعات ومالناش دعوه بجبهه خراب اللي في الخارج اللي باقباط المهجر اللي عايزين يفخخوا مصر وعايزين يجوا هم واخونا البرادعي اللي عاوز يتعلم التخاطب على دبابه امريكيه. احنا هنقول لهم تاني لن تكون مصر ولن ياتي احد يكون جلب العراق او قرضاء افغانستان وتظل مصر دوله اسلاميه غصب عن التخين وتاخدوا كامل حقوقه في ظل الدوله الاسلاميه. جزاك الله خير. وطبعا في المصريون ايضا خبر هو الزام الداخليه بتركيب كاميرات مراقبه اعلى الكنائس والمساجد.
الخبر موجود وهم شايفينه على الشاشه. بس تفاصيله نبقى نشوفها بقى بكره ان شاء الله. مفروض. طيب نختم في الختام بس. الدكتور ابراهيم مشكورا اعتذر للاستاذ نبيه، وده من شأن الرجال. طبعا. ويبقى اعتذار من الاستاذ نبيه. وعدتني. لا انا وعدتك. انا ما اكمل لك اهو. انا فعلا قلت انه في صفقات ايوه في موضوع ال 88 نائب وانا بعتذر عنها. لكن الموضوع الثاني بتاع اخونا الدكتور ابراهيم الدكتور وجيه، انا ما قصدتش اللجنه التشريعيه، انا قصدت اللجنه القانونيه اللي في مكتب المجلس. جزاك الله خير. خلينا نعتذر لكله وخلاص. الحاجه الثانيه انا ما فيش اعتذار مفتوح، اعتذار مفتوح. الحاجه الثانيه اللي احنا كنا بنقول ايه، احنا بالعكس لما بنيجي نوجه نقد لاخواننا الاسلاميين اللي في المجلس بنوجههم محبه فيهم وغيره عليهم، مش زعل منهم. شكرا استاذ نبيل. ادعي لنا يا دكتور ابراهيم. لا لو في كلمه قولها وادعي. لا انا حد من الاخوه. هو الدعاء بالدق. لا حد من الاخوه الملتحين. طب في تعليق ليك؟ ايوه اتفضل. يعني هي كلمه اخيره عشان انا بس حاضر عن حزب الوطن. يعني اقول انني اريد ان يكون يعني حزب الوطن اسما على مسمى، ان يتسع لكل ابناء مصر على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم وايديولوجياتهم. هذه واحده. ثانيا طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، فانا يعني اولا اشد على ايدي اخواني في الحريه والعداله، واعلم انهم اخذوا تركه يعني مثقله، ونسال الله ان يعينهم عليها. ولكن فقط يعني انصح من محب لهم، فانا اعلم ان نصرهم نصرنا وعزهم عزنا، ونسال الله ان يوفقهم لنكون اسعد الناس بهم. فقط اقول ان القرارات تصنع ولا تتخذ. يعني حتى في الفكر الامريكي يقولون decision making وليس decision taking. فالقرارات تصنع ولا تتخذ، بمعنى تدرس، يعني بمعنى ان تدرس دراسه كبيرة، وفي مراحل بتؤخذ فيها. يعني لو كان في وقت كنا قلنا في مراحل 6 أو 7 بيتخذ فيها القرار. فنحن نوصي اخواننا على كل المستويات، ونوصي اخواننا الاسلاميين ايضا في الاحزاب ان تكون قراراتهم مصنوعه وليست متخذه. وانا اقول في اخر كلمه اقولها: من قرر على عجل ندم على مهل. جزاك الله خير. لازم بتجيبوا لنا سيره الطبيخ والاكل. بحسبك بتتكلم على العجل. بسرعه اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا